عمر حد حاول يبتزك عاطفيا؟ الشخص اللي بيبتزك عاطفيا بيكون عارف نقطة ضعفك وبيدخلك منها وبيلعب عليها علشان تنفذ اللي هو عايزه، سواء كان شريك حياة، صديق، زميل، اي حد في حياتك بيدخلك من مداخلك علشان يستعطفك ويحسسك بالذنب لو ما وصلتوش للنتيجة اللي هو عايز يوصل لها. وعنده أسلحة ليها 4 أنواع بيستخدمهم علشان يبتزك. السلاح الأول العقاب الخارجي، لو عارف انك بتحبه مثلا او محتاج لحاجة معينة بيهددك انه هيحرمك منها او يبعد عنك. السلاح التاني العقاب الداخلي، هيحسسك بالذنب ناحيته لو ما نفذتش طلبه، هيترجاك وهيعيط لك، ومش بعيد كمان يهدد انه هينتحر عشان انت ما نفذتلوش طلب. المهم انه يحسسك بالمسؤولية علشان لازم تعمله اللي هو عايزه. السلاح التالت تحميلك ذنبه، وبالسلاح ده بقى هيحملك المسؤولية، هتتحمل نتيجة اللي حصل له علشان انت اللي قلت له يعمل كده، او علشان انت ما ساعدتوش لما طلب منك المساعده، فهيحسسك ان انت السبب في المشكله اللي حصلت له دي. السلاح الرابع والاخير الاغراء والمكافاه، وبالسلاح ده بقى هيقعد يقول لك بص انا هعمل لك الحاجه اللي انت عايزها دي، او هحقق لك الطلب اللي انت عايزه، بس لما تعمل لي الحاجه اللي انا عايزها. فبيبتزك، عارف كويس قوي انت عايز ايه، فبيحاول يديلك الحاجه اللي انت عايزها في مقابل انك تعمله اللي هو عايزه. وطبعا الحاجة دي لو كانت مشروعة أو حاجة سهلة ما كانش اضطر يبتزك، فانت في موقف لا تحسد عليه. من الآخر المبتز عاطفيا ده بيكون عارفك كويس قوي، عارف نقطة ضعفك اللي هيسيطر عليك بيها. أول ما تحس ان هو بيبتزك ما تستسلمش، لأنه لو لقى ان ده الطريق اللي بيحقق بيه مطالبه مش هيبطله، خليه يمشي بنقصه. ولا انتوا ايه رأيكم؟ الكلام ده من كتاب الابتزاز العاطفي لسوزان فورد.